امتى عندنا او ايه الفرق اللي عندنا ان عندنا ADHD فرط حركة وتشتت انتباه، او عندنا learning difficulty صعوبة التعلم. احنا ازاي بيحصل ده او بنشوفه ازاي؟ في الحقيقة اللي بيحصل ده ان احنا بنشوف ولاد مثلا حد في سنة 5 ابتدائي. السنة 5 ابتدائي الطفل ابتدى يبقى فيه مشاكل، رغم ان هو مثلا من سنة أولى ابتدائي راح لدكتورة وأخد دواء، ومع أخده للدواء ابتدى الدنيا تتحسن. لكن في سنة رابعة وسنة 5 الدنيا معاه ابتدت تبقى صعبة، وصعب عليه اللي مواجهه. فهنعمل فيه ايه دلوقتي؟ برضو لو عندنا طفل عنده راح لدكتورة، والدكتورة قال ان هو محتاج صعوبة في التعلم، فمحتاجين نشتغل معاه مع مدرس او مدرسين لصعوبة التعلم. ولما ادينا له لصعوبات تعلم ابتدى يورينا وجهات نظر او جزء تاني في ان هو انتباهه وتركيزه مش موجود، الذاكرة بتاعته مش موجودة، الذاكرة العاملة بتاعته برضو مش موجودة. فده معناه ايه؟ ده معناه في الحقيقة، وده الحقيقة الواقعية، هو انه 50% من الطلبة اللي عندهم ADHD هم 50% عندهم صعوبات تعلم. عندهم ADHD فرط حركة وتشتت انتباه، عندهم صعوبة تعلم. و50% كذلك الناس اللي عندها صعوبات تعلم عندهم فرط حركة وتشتت انتباه. 50% من الطلبة اللي عندهم صعوبات التعلم هم عندهم فرط حركة وتشتت انتباه. طيب احنا في الحالة ديت محتاجين نعمل ايه؟ احنا اهم حاجة في الحالة ديت ان احنا كأهل نعرف ان ده حصل، ان ابننا عنده صعوبات تعلم وعنده ADHD. في جميع الأحوال أي حد صعوبات تعلم محتاج جدا جدا اللي يساعده حد متخصص، والحد ده يكون خريج لدولة انترناشونال عشان يقدر يديه للطالب تحسن في صعوبات التعلم، وفي نفس الوقت يشتغل حد إدراكي. يبقى اللي بيشتغل حد التعليم العلاجي دوت او التعليم بالبلاي بيس، بنشتغل باللعب، اوكي. والحاجة التانية حد يشتغل إدراكي، يشتغل فيه انتباهه وتركيزه والكلام ده كله، يشتغلوا الاتنين مع بعض، اللي شغال إدراكي واللي شغال لصعوبات التعلم الانترناشونال.